من يومين كده حاجة يعني جت في دماغي. دخلت على الفيسبوك وقلت رأيي كده، كتبت بوست وقلت فيه رأيي عن حاجة معينة. لقيت كمية هجوم عليا يعني غريبة، من صحاب وناس متابعيني. طب في إيه يا جماعة؟ إيه ليه مش قابلين فكرة الاختلاف؟ يعني أنا لما أقول رأيي إيه اللي هيحصل لما يا عم مش عاجبك رأيي اسكيب على طول عديه، يعني ما فيش مشكلة. ليه تقف عنده وتحط له كومنت سلبي؟ في بقى اتهامات، في تخوين، في تكفير، في حاجات غريبة يعني ما فيش حد ممكن يتقبلها ولا يصدقها. كل ده عشان انا قلت رأيي في موقف او في موضوع. تشخصنوا الامور وتدخلوها في حتة تانية. هو ليه في مصر احنا ما بقناش بنقبل فكرة الاختلاف؟ ليه في مصر مش بنقبل حد يقول كلام غير اللي احنا بنردده؟ ليه لما حد مثلا يقول كلام ولا الكلام ده غلط ولا بيخرج عن القيم ولا خارج عن يعني عن الدين ولا عن الاخلاق، لا كلام رأي في موضوع عادي الناس كلها بتتكلم فيه، بس عكس التيار. يعني ممكن الناس كلها رايحه في حته هنا، فانت بتقول تعالوا يا جماعه في وجهه نظر مختلفه. لا محدش هيسيبك يا معلم. في مصر يا تقول الكلام او الرأي بتاعنا، يا بص، يا هنطلعك مسرح، يا هنقول انك انت خاين، او نقول ان انت ما بتفهمش، او انت حمار، او انت فيك، او انت ممكن نحط ايات قرآنية في النص عشان نبين انك انت في حتة تانية، بخرجوك عن الملة خالص. يا جماعة بالراحة بالراحة يا بني ادمين، بالراحة. يا ريت نتقبل الاختلاف، واختلافنا رحمة، اختلافنا رحمة. فمش كده، بالراحة على نفسكم وعلينا. ما تخلونيش نقفل الابلكيشن وخلاص بقى يا جماعه. والمشكله ان انتوا ناس يعني عارفين توجهات الواحد وعارفين افكاره، فالواحد لو قال رايه يعني بيبقى مستند عن يعني ايه، عن حقائق، او مستند مثلا عن تحليل. يا عم بقول رايي كده، بقول رايي اهو. مالك في انت بقى؟ مالك؟ اهدى على نفسك. نتقبل الراي والراي الاخر، بالراحه على نفسك كده، بالراحه على نفسك. وعادي عادي ممكن اي حد يقول كلام مش على هواه، ونفضل صحاب ونفضل اخوه والدنيا تمشي. هو مش جد.